ملا كريكار، قصة القضية الكردية قصة طويلة ومتشعبة، وتكاد قصتك تكون صورة طبق الأصل من القضية الكردية. نعم. لكن قبل أن نتعمق في جذور القضية الكردية وما آلت إليه أحوالها، نريد أن نبدأ معك بداية شخصية من البداية كما نفعل عادة في هذه المراجعات. أنت ولدت في عام 1956 في مدينة السليمانية. ماذا تذكر عن طفولتك وظروف نشأتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أنا ولدت في مدينة السليمانية في عام 1956، ومدينة السليمانية مدينة كانت عاصمة للإمارة البابانية قبل 200 سنة أو أكثر، وهي مدينة تتسم بطابع ثقافي سياسي فكري ولذلك أغلب الأحزاب الكردية إذا كانت لها قواعدها في السليمانية احتمال نجاحها أكثر. فأنا ولدت طبعا أيضا من أبوين كرديين ومن أسرة غير متدينة، لكن والدتي كانت متدينة أكثر من والدي، ونشأت في هذه البيئة. وفترة طفولتي وصباي كان فترة أكراد العراق في تلك الفترة كانت فترة بائسة. كانت في 61 بدأت ثورة أيلول، فكان الحصار الحكومي على المناطق الكردية، والعراق بصورة عامة كان فقيرا. الاكتشافات البترولية كانت ما تطورت أكثر، أو تأميم النفط ما كان. كان الناس في فقر. نعم، كانوا في فقر، والأكراد كانوا في فقر أكثر. ثم صارت الحروب أيضا، فزادت الحروب فقر الناس. وفي فترة إلى منتصف فترة المتوسطة، دراسة المتوسطة، كنت كأي شاب من شباب الأكراد يعني مشغولا بالأغاني والرقص والدبكات الكردية والرياضة، وكنت ناجحا في كل دروس الهوايات في المدرسة، وفاشلا في كل ما يتعلق بالكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها. لكن في فترة المتوسطة تعرفت على الإخوان المسلمين، وهم جذبوني إلى المسجد وجذبوني إلى أخلاقياتهم المتزنة، أو تماما ممكن أقول يعني انتشلوني من الجاهلية هذه وأدخلوني في حضن الإسلام. وفي تلك الفترة كانت تيارات الشيوعية والقومية تتجاذب كل شباب، والإخوان كانوا على هدوئهم رغم أنه ما كان عندهم مشروع سياسي لكن المشروع الفكري وأخلاقانية الدعوة كانت مؤثرة في أمثالي، فجذبوني إلى المسجد، فوجدت في الأذان بديلا للغناء، ثم طبعا وجدت في الإنشاد الإسلامي بديلا للأغاني، ولذلك الآن عندي أكثر من 30 نشيدا بألحاني. والقصائد الجاهلية التي حفظتها، قصائد الغرام وغيرها، صارت كلها قصائد إسلامية وجهادية، بفضل الله الآن عندي 3 دواوين شعرية. وأيضا وجدت في المحضن الإخواني التربية على النسق الطويل، ولذلك الآن أنا ما زلت وأنا في 53 من العمر أشعر بأن كأنني في بداية أمر الدعوة في تربية الناس. أبدأ أحيانا مع الشاب من بداية التجويد وأنا في هذا العمر. وأيضا تعلمت من خلال الإخوان، هذا فيما بعد طبعا، قاعدة ما زلت أسير عليها، وهي تعلم من كل شيء علما، تعلم من كل علم شيئا، وتعلم من علم كل شيء. ولذلك أيضا من فضل الله عز وجل زادت آفاقي الفكرية، وقرأت من شتى صنوف المعرفة بلا مبالغة، ربما قرأت أكثر من 5000 كتاب. ومن فضل الله عز وجل بدأت أتقن اللغات، وتعلمت اللغة العربية ودخلت قسم اللغة العربية.
لكن في هذه الفترة كلها كان التجاذب الإخواني الشيوعي، لأن كان عندي أيضا أصدقاء شيوعيين كنت أكره فيهم فلسفتهم التي تنكر وجود الله وتحارب القيم. في نفس الوقت كنت أجد الإيمان بالله وترسيخ القيم التي ما كنت ملتزما بها كثيرا في بيتي، ولكن بالتأكيد كانت في شخصيتي أو في عقلي الباطن. فبالتأكيد يعني أخيرا أخذني المسجد إلى جانبه والتزمت بالإسلام. قرأت في كتابك بأنك كنت عضوا في رابطة الطلبة الأكراد، وأثناء وجودك في الرابطة، وهذا قبل أن تتعرف على الإخوان كما فهمت، كنت في جدل مستمر مع الشيوعيين. نعم، يعني لم تستهويك دعوتهم؟ نعم، لأنه في تلك الفترة كانت أيضا قوة الشيوعيين في البداية كانت قوة كبيرة في الأكراد، رغم أن القومية الكردية كانت أيضا لها أرضيتها وقوتها. لكن قبل ثورة أيلول قبل 61 الشيوعيين كانوا مسيطرين على كثير من مناطق الأكراد من الناحية الفكرية والتنظيمية والتوجيهية. لكن بعد ثورة أيلول بقيادة ملا مصطفى، وهو زعيم وطني كبير يعني من أمثال سعد زغلول بالنسبة للمصريين، فالثورة الكردية أخذت الأرضية الكاملة وحجمت الشيوعيين. وفي تلك الفترة التي أنا تكلمت عنها في 73 مثلا، هذه الفترة أيضا كان الشيوعية في فترتها في انكماشها، لأنهم اصطلحوا أو اتفقوا مع حزب البعث في تشكيل الجبهة الوطنية، فبالتالي وقعوا في خندق مقابل لخندق الأكراد، فأفقدهم شعبية الناس. نعم، أفقدهم الشعبية وأفقدهم أيضا. في تلك الفترة طبعا مظلمة الأكراد كانت بلغت أوجا أنه كل كردي يشعر بهذه المظلمة ويسعى لرفعها. لكن بالنسبة لنا أو بالنسبة لأمثالي وجدت أنه ربما قد يكون التنشئة الإسلامية للفرد الكردي أنسب وأصلح من التنشئة الديمقراطية للحزب الديمقراطي الكردستاني أو التنشئة الشيوعية للفرد الكردي للمطالبة بمظلمته. هذا كان الدافع الأول. ربما الآن أعبرها بمصطلحاتنا الفكرية والسياسية، ولكن يومها كان على الملكية، على السليقة وعلى الملكة. ففي تلك الفترة بعد انضمامي إلى الإخوان وتركي للاتحاد الطلبة الجماعة الديمقراطي حزب الديمقراطي الكردستاني، نحن بأسرتنا كنا كلنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى الذين انضموا فيما بعد إلى جماعة الطالبان يعدون بالآحاد الآن. فبعد انضمامي إلى الإخوان المسلمين وهم شجعوني على الدراسة، بدأت أنجح في الدراسة، بدأت تتفوق. أتفوق، وكنت الناجح الأول الثاني، هكذا كنت أمشي حتى كملت الجامعة وكنت الناجح الثاني ومن العشرة لكن الأوائل. قبل ذلك حصل انقطاع في الدراسة بسبب الأوضاع التي حصلت في نعم، كردستان، وأنتم اضطررتم إلى الخروج إلى الجبال. نعم، هذا كان في عام 74. في 74 أنا كنت انضممت إلى الإخوان من الناحية الفكرية، من ناحية الانتماء، ولكن ما زلت مع الأسرة. فلما انهارت المفاوضات الكردية البعثية خرج الناس إلى الجبال، وبدأت الثورة من جديد في 74، وخرجت أنا أيضا وأصبحت مقاتلا كرديا بأشمركة يعني الفدائي، ودخلت المدرسة العسكرية وتدربت على 13 مدفعا أو 13 سلاحا، وأسقطت طائرة يومها كان رقمها 7118 ما زلت أذكرها. طبعا طائرة عراقية. طائرة عراقية ويقودها طيار كوبي. كوبي. نعم، طيار كوبي، لأن كان فترة علاقة العراق بكوبا والدول الاشتراكية كانت علاقة قوية بعد تأميم النفط وبعد العلاقات مع الدول الاشتراكية مع تشاوشسكو. وكانوا يستوردون الطيارين لمحاربتكم؟ نعم، أيضا كان في طيارين. فأنا لما أسقطت الطائرة أخذت رأس الطيار، كان الرأس معي ل3 أيام مع الهوية اللي كان يحملها وبعض أجزاء من حطام الطائرة، وعملت منها كسارة قند هدية لوالدتي. فيومها طبعا تعرف في جو شاب في 17 من العمر ويسقط طائرة ويمسك برأس الطيار ويفتخر به وكيف اعتبروك بطلا؟ نعم بالتأكيد طبعا أعطوني. وهذا كان ضمن الحزب الديمقراطي؟ نعم، لأنه ما كان في حزب غيره.
كان عندنا يعني الحركة الكردية كان تتضمن 174 ألف مقاتل، وتحت إمرة شخص واحد وهو ملا مصطفى، أقوى آخر الشخصيات الأكراد من هذه السلسلة من رجالات الأكراد. فأيضا قوة نظامية كبيرة ومعسكرات كبيرة ومدارس عسكرية وقوة لا يستهان بها. ولكن التآمر الدولي بعدها من شاه إيران وهواري بوميديان في الجزائر بعد اجتماع أوبك في عام 75. في عام 75 بعدها اتفقوا على غلق الحدود وانهارت الحركة الكردية بعدها. ولم تعد الحركة الكردية تنال دعما من الإيرانيين. نعم بالتأكيد، لأنهم أغلقوا الحدود أيضا. طيب فيما بعد أنت عدتم إلى الحياة الطبيعية، أو ما يمكن أن يعتبر حياة طبيعية مقارنة بما سبق، واستأنفت الدراسة. وعملت أيضا. نعم. بعدها أنا رجعت إلى المدرسة في الرابع العام، الصف الرابع الإعدادي. أصدقائي طبعا سرحونا من الجيش، لأن كان أيضا من أسلوب حزب البعث تجاه الأكراد أنه كل كردي كان في الجبال هذا لا يصلح أن يكون في الجيش الوطني، فسرح الجميع. فأنا أيضا كنت من ضمن المتسرحين من الجيش العراقي، وكان عمري 19 سنة. فأصدقائي قالوا لي لماذا لا نتعين في دائرة حكومية وندرس في الليل. قصدك تسرح من الجيش أنك عفيت من الخدمة؟ نعم. لكن أنت لم تكن في الجيش أصلا؟ لا أنا ما كنت من الجيش. لأن كل من كان في مواليد الجبال اعتبروا هذا كلهم يكونوا معفاة عن الجيش، ما يدخلوا. لا يطمئنون إليهم. نعم لا يطمئنون إليهم. فبعدها أنا تعينت مع مجموعة من الشباب. أنا حصتي كان في أربيل، فتعينت في أمانة العامة للشؤون الاجتماعية في أربيل. هذه أيضا كانت فترة جدا مهمة في تنشئتي، رغم أنني كنت أعزبا وكنت بعيدا عن أهلي، لكن أقراني من الإخوان مرة أخرى هم الذين اهتموا بتنشئتي مرة أخرى في المسجد أيضا. وهذه المرة كان بناء فكري جدا مهم. 3 سنوات كنت في أربيل. أهلي ما كانوا يحتاجون الراتب الذي كنت أتقاضاه، وكنت أدرس في الليل، أنشغل في المسجد ما بين الدراسة وما بين الوظيفة. فبفضل الله عز وجل في الوظيفة أيضا كنت متفوقا، شاب وله قوة وإمكانية، ورغم أنني ما كنت أعرف اللغة العربية. و13 موظف كانوا عرب. وما كنت تتكلم العربية بعد؟ أنا ما كنت، لا حتى لما تعينت. يعني من ضمن النكات الغريبة هم عندما قالوا لي نذهب إلى بغداد للتعيين، يعني وأنا كنت أتخيل نفسي كأن فحام من القرية يدخل عاصمة. فأخي أبو فاروق أكبر مني، قلت له علمني كم كلمة باللغة العربية حتى نصل إلى فندق سامان. وكان يقول فندق سامان أكراد وفي بغداد. فعلمني كم كلمة من اللغة العربية، وذهبنا 13 شخص. هم قالوا أنت تعرف عربي أحسن منا، أنت صر معنا، يعني أنت تتكلم باسمنا. أول ما نزلنا من الفندق، طبعا كل تنزل من بغداد تأخذ تاكسي على فندق سامان أكراد شورجة ويروحوا. ففي الصباح لما نزلنا ونذهب إلى مجلس الخدمة للتعيين، أنا تقدمت وهم وراي مثل أغنام. أنت تقودهم. نعم. فنحن أيضا من شارع الرشيد، وشارع الرشيد في بغداد شارع مزدحم جدا، وكان يومها كانوا يهتمون اهتمام صارم بخط العبور. فأنا وجدت تقاطع السائدات، تقاطع الشارع، ظننت أنه هذا محل عبور، لكن ممحات قسم منها. فعبرت وهم عبروا معي خلفي. فأمسكنا الشرطي مفوض مرور قال تعال وين رايحين؟ فأنا نسيت حتى حروف الجر. قال على لهجة الأكراد، قال وين رايحين؟ قلت والله عيني ما نعرف. هذا الذي عرفته من اللغة العربية. فقال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. تعرف الأكراد يلفظوا السليماني، يقولوا سليماني. والله من سليماني. أخذنا على الضابط قال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. قال من سنشنار مصيف؟ قلنا لا، من داخل السليماني. قال ليش عبرتوا مخالفين؟ قلنا والله ما نعرف. فقال يلا نروح على خاطر شيخ محمود.
على خاطر الشيخ محمود الحفيد ملك كردستان في عام 20 أوه. الذي أرسل جيشا لمحاربة الإنجليز إلى البصرة. يعني إكراما له. نعم، هذا ضابط وطني. نعم بالتأكيد يعني. فبعد ذهبنا إلى مجلس الخدمة، امتحنا، ثم قالوا لي اذهب إلى المدير واسأله متى يكون النتيجة. فذهبت إلى المدير قلت متى النتيجة؟ مجرد بعد السلام، متى النتيجة؟ قال شو وقت امتحنتوا؟ قلت باكر. فكلهم ضحكوا، عرفت أنني أخطأت، قلت عفوا غدا. فغدا هو نفسه باكر يعني. فبعدها هم كلهم ضحكوا وأنا استحيت. نسيت كلمة أمس أنت. نسيت، نعم طبعا أنا نسيت الأمس فقلت باكر ثم قلت غدا. بعدها ب3 سنوات كنت الناجح الثاني في قسم اللغة العربية. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم من حب الانتماء إلى الإسلام، والذين زرعوا فينا الإسلام وزرعوا فينا الانتماء الحضاري للإسلام